هديك حاجة كده محدش بيقول عليها في الآخر، بس دي حاجة كويسة جدا لنادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل عيد سعيد عليكم يا رب على الأمة الإسلامية كلها، واللي ما راحش يحج يروح يحج، واللي راح ربنا يتقبل منه. هنتكلم كده على المشكلة المثارة خلال اليومين دول. مشكلة اتحاد الكورة بقى فيها، نادي الزمالك بقى فيها، الأهلي بقى طرف فيها، اي حد بقى طرف فيها ومن حقه ان هو يتكلم. مشكلة ايه؟ مشكلة ان دلوقتي بقى مطلوب من الزمالك ان هو يسوي المديونية اللي عليه او ايقافات القيد اللي عليه، 17 قضية اللي موجودين عليه قبل يوم 31 مايو. هديك حاجة كده محدش بيقول عليها في الاخر، بس دي حاجة كويسة جدا لنادي الزمالك. المشكلة كلها حصلت يا صديقي من ان انت من اول شهر 3 اللي فات الطبيعي ان انت بتكون باعت ان انت مخلص المديونية اللي عليك او مخلص كل حاجة، فالدنيا تكون خلصانة والدنيا تمام عشان خاطر تخش البطولة اللي هتبدأ في السنة دي. يعني انت المفروض تخلص في شهر 3 2026 عشان تخش البطولة بتاعة 2008 او 9 2026. فنادي الزمالك لسه ما قننش اوضاعه ولسه عنده مشاكل، فاتحاد الكرة بعت وقال يا جماعة لازم تخلصوا لنا المشاكل الماليه دي لكل النوادي. ده خطاب لكل النوادي مش للزمالك بس. حتى الان فلما في شهر 3 انت ما خلصتش، اتحاد الكاف اداك مهله شهرين، في شهر 5 المفروض تخلص الاوضاع الماليه الخاصه بيك. حتى الان الاوضاع الماليه ما خلصتش، بدليل الخطاب اللي طلع من اتحاد الكوره من تقريبا من 3 ايام، وقال انتوا لغايه دلوقتي ما قننتوش وضعكم. فاتحاد الكوره بقى في مشكله. خد بالك اتحاد الكوره قبل كده كان بيعرف يدي الرخصه للزمالك لان المشكله ما كانتش مثاره، او لان الاهلي ساعتها كان في افريقيا وبيقول لك انا مالي. دلوقتي الاهلي مش في افريقيا وبيقول لك انا ليا دخل. هتقول لي ايه اللي دخل الاهلي في القصه ومال الاهلي؟ هقول لك ايه اللي دخل الزمالك في قصه بيراميدز الموسم اللي فات بتاعه المحكمه الرياضيه. انت مالك؟ ما انت ما كنتش منافس وما كانش ليك اي علاقه، انت كان ليك ال3 نقط وخدتهم، صح ولا انا غلطان؟ فانا طبيعي ان انا شوف بقى، انا اصلا انت ما كنتش طرف السنه اللي فاتت، انا طرف. ما انت لما هتخرج من الافريقي او مش هتنافس، انا اللي هخش مكانك لان انا المركز الثالث، فانا اللي هخش مكانك. وخد بالك ان انت برضو طبيعي بتاعك كزمالك انك تكون مقنن وضعك، تكون مخلص مديونياتك، وده اللي ممكن تعمله عادي جدا قبل ما الموسم يخلص، تكون قبل ما مع الفتره تخلص تكون مقنن وضعيتك، وشهر 31/5 تكون دافع فلوسك والدنيا تكون اتراضت وانت بقيت قانوني وانا ماليش دعوه ومحدش ليه دعوه وانت دنيتك تمام وزي الفل. بس الزمالك عنده مشكله. ايه هي المشكله اللي عند الزمالك؟ ان هو كان معتمد على الاستاذ ممدوح عباس. استاذ ممدوح عباس اللي احنا عرفناه ان هو شال ايده الفتره دي. شال ايده ليه؟ بناء على البيان اللي الزمالك طلعه ساعه مشكله سيراميكا، او مش ساعه مشكله سيراميكا، لما سيراميكا قالت لك انا ما عنديش مشكله ان انت تاخد التذاكر بتاعتي، بناء على طلب او مكالمه بين استاذ ممدوح عباس واستاذ محمد ابو العينين. فبعدها حصلت المشكله ان البيان الزمالك طلع وقال لك لا انا ما جاليش حاجه، او الجهات المعنيه ما عرفتش. فحصلت هنا الايه المشكله؟ استاذ ممدوح عباس حس ان هو انتوا ما قدرتوش مكالمتي للراجل، وان الراجل قال لي تمام، او ما رجعتوليش في البيان تفاصيل داخليه طبعا مش كل الناس هتكون عارفاها. فقال لك دي هتبقى هنا ممدوح عباس قال لك انا مش متدخل ومش عامل حاجه. فاصبح الزمالك مطلوب منه بادارته بسلطاته ببابا غنوده ان هو يحط او يدفع الفلوس اللي عليه في الكاف او في الايقافات، او يسدد الدنيا، او يجدول، المهم يتصرف من الاخر. فدي هتبقى المشكله عند نادي الزمالك. نادي الزمالك بيعول على ايه؟ نادي الزمالك الفتره دي، ودي اللي بقول لك عليها، بيعول على حاجه مهمه جدا، وهي ان انا كنادي زمالك انا بطل وخدت الدوري، فليا في بالنسبه للكاف، الكاف عنده بند بيقول لك لو انت بقيت البطل، او يعني خلينا نقول ان هو لو انت البطل او عندك انجاز عالمي او عامل انجاز معين، ليك الفترة ان انت تاخد شهرين كمان اللي هو لحد شهر 7. فالزمالك بيعول على البند ده. بس هل الكاف هيعتمد الكلام ده، ولا البند ده تفسيره غلط من اداره الزمالك؟ ده كله محدش عارفه. بس انا كاداره النادي الاهلي طبيعي جدا ان انا اتدخل في المشكله دي، وطبيعي ان انا اقول ان في مشكله هنا عند الزمالك، الزمالك مش مسدد ديونه عشان خاطر انا اخش. ما هو انا برضو
انا مش هبديك على نفسي، انا مش هخليك مصلحه تاخد مصلحه وانا لا. طبيعي ان انا ابقى مستفيد عنك. ما هو انا اللي عندي مشكله ان انا مش هلعب في افريقيا وعايز العب في افريقيا، فعايز ان انا اروح عشان برضه استفيد كعقود رعايه، كان انا اتاهل لكاس العالم. ما انا برضه عايز انافس، فانا طبيعي ان انا هتدخل في المشكله وهشاور عليك واقول هو ده اللي عنده مشكله. ده لازم اداره الزمالك تبقى واخده باله، لازم كجمهور زمالك يبقى واخد باله منه، وما يجيش يهاجم جمهور الاهلي او يقول انت ليه اللي بيدخلك في الموضوع. لا، ما انا طبيعي ان انا ادخل في الموضوع. الموضوع موضوعي، ولو ما اتطبقش عليك القرار ده يبقى ده ظلم مبين. ان انت لو ما فيش بند الشهرين اللي هو شهر 7، وان انت ما رحت افريقيا مكاني، او انت رحت افريقيا لانك انت مركز اول حصل على الدوري والكلام ده كله، رحت وبقى كنت سددت ديونك، يبقى اتحاد الكوره كوسها لك. الا لو كاف قال لك لا انا هدخل الزمالك، مش بس برضه ساعتها برضه هتبقى ايه، انا هحس بالظلم. ليه؟ لان انت ولا سددت ديونك. ما هو انا هحس بالظلم لسبب تاني، انت ما سددتش ديونك وانا ملتزم بديوني. طب ما انا اروح ادفع فلوس واجيب لعيبه وامشي في لعيبه، انا قاعد بحل مع ترب وطالع عيني معاه عشان خاطر ما يروحش يشتكيني وما يبقاش عندي مشاكل في الفيفا. الاهلي عنده مشاكل مع ريبيرو، عنده مشاكل مع ترب. انا كان نفسي اعرف برضه، يعني احنا خلصنا كده قصه الزمالك وقصه الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري، هنخش بقى عند الاهلي. دي النقطه اللي بقولك عليها. انا كاهلي بحاول اقنن مواضيعي وبقنن المشاكل اللي عندي. انا عندي ريبيرو عامل له مشكله عشان خاطر قال لي اداره الاهلي عيب احنا اخوات. قال لهم ما فيش خلصانه بالتراضي وزي الفل. طب امضي، ما مضاش مخالصه وما مضاش اي حاجه، فدلوقتي بقى بيشتكيك ومطلوب من الاهلي يدفع قيمه العقد كامل، والمحامي طالع بيشرد لك وبيقول لك انا مش عارف انتوا متاخرين ليه، مش عارف اداره الاهلي ما بتدفعش فلوس اللي عليها ليه، المفروض تدفع اللي عليها عشان خاطر كده كده يتحقق عليها فوائد. وترب عمال يشتري ويبيع فينا، وان هو مش راضي يخلص المديونيه وان هو يعمل مخالصه. قال لك لا 6 شهور، لا سنه، لا انا قاعد، لا انا هكمل، انا كويس، وهو ما فيش فايده. نفس المشكله كانت في عقد كولر، اكتشفنا في اخر خالص واحنا ماشيين ان انت عندك مشكله. طب ازاي فعلا اداره الاهلي من ساعه ما كولر ده مشي لحد تورب والعقد الكارثي اللي في تورب 6 مليون دولار؟ ليه يابا؟ ليه يابا؟ انت مين؟ بند غرامه ما شفتوش في حياتي. طبعا ده ليه؟ لان اللي كان بيعمل العقود عنده مشاكل. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في عقود الفتره الاخيره. ليه؟ هقول لك انا ليه بقى. لان الاهلي كان في العقود بتاعته مع المدربين الاجانب ومع الصفقات الاجانب كان عنده محامي اجنبي. قال لك لا ده تكلفته كتير، ده بياخد فلوس، هوفره. اديك لابس في كميه غرامات بفوائد قد كده. يعني نتمنى الاداره تصلح كل ده، ومش عايز اضغط على الاداره ولازم تخلصوا قصه تورب. لا، كده كده قصه تورب هتمشي، وكده كده هيمشي من عندنا، وهو بيسوق السي في بتاعه بالطريقه اللي هو بيعملها دي. كده كده تورب هيمشي وهنرتاح منه. بس انا بتكلم في ان الاداره الطبيعي بتاعها تبقى واخد بقى بالها بعد كده من العقود ومن البنود اللي بتتحط، وما اجيش على نفسي عشان خاطر مدرب اللي مش عايز يجي بشروطي مع السلامه، ما ننحرمش. اضرب بيد من حديد في الوقت ده. الجمهور معاك في ان انت تخلص من المدرب ده، وشاف ان المدربين لما بيحطوا شروطهم بيبقوا بيعجزونا. لا، انا ما اتعجز، مع السلامه. انا عندي علي ماهر جوه، عندي حسام البدري، اقدر اجيبهم. ده فيديو سريع كده عن الحاجات اللي حصلت اليومين دول، وعن اللي هتكون طول الاسبوع ده لحد يوم 31/5. الكلام كله هيبقى عن مشكلة الزمالك والاهلي وتقنين الوضع. في النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب.